يجاوبونا، ولكن مو اللي احنا نتمناه، عشان المواطن يبي. احنا ترى مو ضد الحكومه، بس انت تشتت. لا 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 لا، خليني اقول لك، واحد منكم طلب شنو يقول لك شو اسمه تقاعد المراه المبكر. انزين هذه يبيه في البرنامج يتضمن. واحد قال ابي اللي تتكلمين سياقه اوليه، صغناه بسياقه ثانيه والمشرع ساقوه وتكلمنا بالتقاعد بشكل عام وطرشناه. هذه سياقه اوليه كانت طلبت طلبات ما تتحقق لانها تتعارض مع اتفاقيات دوليه. هذه طلبات المواطنين الله يسلمك، مو طلباتنا. زين وانتم بس طلبات المواطنين. لا ممثلين للشعب. ممثلين للشعب. في النهايه احنا قعدنا مع بعض بعد تدارسنا الموضوع، عندنا مستشارين قانونيين نشتغل معاهم، عندنا هيئه استشاريه قانونيه نشتغل معاهم، فبالتالي احنا يعني ما نشتغل افراد، احنا نشتغل كفريق واحد. بس شو اللي كلف؟ لكن في شو اللي كلف؟ مو هي المشاريع هي اللي تكلف؟ طيب احنا هاي ادواتنا القياس مالتنا. احنا مو قاعد نتكلم يعني صج ان الطائفيه ابتدت تزرع عندنا هنا، ولكن ولا لها مقياس ولا لها شيء، لكن احنا نتكلم عن مشاريع، مدارس، بنيه تحتيه، هذا اللي تهم المواطنين، وهذا اللي تهم المواطن، مراكز، اسكان، هذه احنا نبي نركز عليها. لا تنسين في هالحاله مؤشر الدين العام قاعد يرتفع بوتيره كلش سريعه، عندنا اهدار مال عام، عندنا فساد اداري ومالي واخلاقي. زين وانت تقول لا بزياده رواتب وتحسين معيشه، لا وتزيد عبء من وين بيجيب لك على قولتهم؟ بس احنا نطالب الحكومه ونقول لها لما انت بتحطين ميزان ما اعطيتنا شلون بتسدد الدين العام. شلون بس انت خذيتي اعطينا طريقه ويا ادوات الدين العام، ولكنها شلون بتعطينا رؤيه؟ يعني موجود الهدف مذكور، موجود الهدف موجود كهدف مثل ما قال الاجراءات. زياده النمو الاقتصادي شلون بتزيده؟ وكم بتزيده في السنه؟ انا في 2015 في 2017 و18 كم بتعطيني النمو في البحرين؟ مو موجود، مو بشكل واضح، مبهم. يعني انا زياده النمو سأعمل على زيادة النمو. إعادة توزيع الدعم. إعادة توزيع. تحدثت عنه أنا بشكل مفصل. الحكومة بدأت في السبعينات تتدخل في هذه الأمور بسبب الطفرة والتضخم السريع. الحكومة دخلت ودعمت السلع، وعدد سكان كان قليل وكان ممكن. في الثمانينات استمرينا، كان مفروض تقريبا 1988 ان نوقف هذه. فاحنا تمادينا وصلنا الى مرحله اليوم 1.3 مليار دينار بحريني تصرف على هذه، والنصف عدد السكان البحرين اكثر من اجانب. احنا قاعدين ندفع لمعيشة الأجانب. هاي ما يحدث في أي دولة في العالم. صح. ثانيا نص البحرينيين ما يستحقون الدعم. أنا ما أستحق الدعم. أنا موافق أن يأخذون مني أنا الدعم، يعطون حق الأرملة، ولكن الحكومة متورطة الآن في الحكومة متورطة في الموضوع، لا تعلم كيف الخروج من هذا المأزق. الحكومة بحاجة إلى إبداع. الآن حسب إحصائية تصرف على كل مقيم أجنبي 1000 دينار سنويا. دعم 1000 دينار حق الأجانب. ما باقي إلا تدفعون رواتبهم بعد فعلا من الحكومة من الدعم. هاي ولا في دولة في العالم تسوي هذا. ولكن شنو هني الحكومة بحاجة أن تتخذ قرارات مؤلمة، وبعدين الاقتصاد يوازن روحه مع مرور الزمن. متوازن لا نحتاج لتوجيه الدعم للمستحقين، يعني احنا ناخذه كسله واحده ما نقدر ناخذ بعد. يعني هو يقصد هو مؤلمه للاقتصاد يمكن، لكن غير مؤلمه للمواطن. لا 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 مو للمواطن. لا مو للمواطن. مو للمواطن. هو يعني احنا نقدر يعني اعاده التوزيع هذه من الامور الحتميه الضروريه اللي قاعدين نناقشها في البرنامج من 10 سنوات حتى ليش ما ينوعون مصادر الدخل؟ يعني
عندنا السياحة، البحرين دولة سياحية. هل ذكر أي نوع من الصناعة بتوجه له؟ على هامشية. السياحة والله التحويلية الهامشية بشكل يعني عابر، مو بشكل دقيق ومفصل. مثل ما تعرفين احنا في دولة الحين نعتمد على النفط، 88% من النفط وقاعد ينزل النفط. احنا كنا نتكلم عن تنويع مصادر الدخل منذ فترة طويلة علشان إعادة إيجاد مصادر بديلة للاقتصاد. احنا الحين النفط قاعد ينزل، شنو عندنا من خطط من برامج سويناها علشان احنا نحافظ على هذا النزول ونسوي خطط آنية أو وقتية أو مستقبلية؟ ما في عندنا أي خطط مستقبلية. تقدمنا بسؤال لوزير المالية. احنا بنسمع بشوي آراء بعض المختصين في الموضوع. تفضل. فإذا احنا يعني تكلمنا عن الاقتصاد بهالطريقة، ما عندنا أي مصادر بديلة، راح احنا بالتالي راح نكون دولة يعني راح نخسر كل شيء، حتى قيمة الدينار البحريني راح نخسرها. ولا تنسين دين عام رايح فوق بوتيرة سريعة بيان نحن مرسوم موجود في مجلس النواب لرفعه إلى 7 مليار، وهذه خطر. يعني ما يشكل الحين لا الحين احنا ما بالمرة. طبعا اللجنة المالية طبعا رفضته، وصل الحين في الدين العام وصل إلى الله يسلمك 44 من الناتج المحلي الإجمالي. يعني إذا وصل 60% من الناتج المحلي الإجمالي احنا بس خلاص نطلع من النقد الخليجي، ما نقدر ندش اللي راح. ما في قانون يحد ترى للحين 60% إذا وصل هاي الخط الأحمر. بس ما في قانون يفترض بقانون. هل نقبل أن نكون مثل اليونان؟ ما تعرفون هل احنا راح نقبل هاي الشغله؟ طبعا لا، هذا من واجبنا احنا نوقف هذه الشغله. بس عدم الاستدانه يمكن ياثر على البرامج. طبعا هو دين العام إذا لمشاريع استثمارية مستحبة. كثير من الدول يعني فاقوا 100%. سنغافورة 111، أمريكا 105، اليابان، بس للبنية التحتية. للبنية التحتية. لأن هذه وقت بيندفع. إذا احنا نستعمل هذا الدين، إذا أنا بجهز مطار وبجهز محطة طاقة وبجهز طرق رئيسية وبجهز مواصلات وبجهز ناقلة وطنية. أي خطة طموحة دكتورة، أي طموحة. يعني لو احنا حصلنا هذه الخطة، تجهيز المطار وتوسيع الجسر، بناء جسر ثاني، في كثير من الأمور موجودة، بناء مدارس، بناء مستشفيات. هذه لو احنا فعلا حصلنا كل هذه المشاريع احنا بنكون في طفرة نوعية في البحرين. احنا نبي نصه بس، نصه لو بعطونا نصه بس. بعطيك ارقام. احنا في 2011 استدنا 677 مليون، وكان العجز 31 مليون، والفائض كان 645 مليون. وين راحت؟ لا تسأليني. في 2012 كان الاستدانة 637 مليون، العجز كان 226 مليون، الفرق كان 410 مليون. هاي كلها المفروض يعني ينعكس في الميزانية التحويلية والدري بس مو. في 2013 استدانينا مليار و100 مليون، كان العجز 410 مليون، الفرق كان 779 مليون. ما بين يعني قاعد استدين ازيد من الحاجه اللي انا لطاقتي. لان العجز عموما السنوات الماضيه دفتري، يعني كلهم تقريبا آخر 3 سنوات كله نص مليار. كل العجز الحقيقي كانت ثلث العجز عدل. سوء تقدير في الميزانية. لا يمكن مبالغة للاستدانة. بعدين تستدينين أزيد من الحاجة، وتستدين مو في الحاجة أنت للاستدانة، وفي تكلفة في وصل الدين العام عليه الأرباح 150 مليون. الدين العام الفوائد على الدين العام 150 مليون، ووصل التضخم في الدين العام بعد 189. خلينا نسمع بس آراء بعض المختصين في هالموضوع اللي كانوا في الحراك الشعبي، المنتديات اللي صارت على برنامج الحكومة. البرنامج خطوة ممتازة، ولكن هل البرنامج كامل؟ هل هو مثالي؟ طبعا البرنامج تنقصه بعض معايير القياس كي يتم في مراحل يعني تالية قياس الأداء الحكومي فيما يتعلق بجزئيات معينة.
ولكن كبرنامج هو يمثل خطوط عريضة واستراتيجيات طموحة نتمنى تحقيقها خلال 4 سنوات. البرنامج جيد ولكن يحتاج عادة احنا طموحنا أكبر من هذا الطموح ونطمع في شيء أكبر من ما نتصوره. أكيد الشعب والمجلس له تطلعات كبيرة وله آمال كثيرة من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة، من خلال وضع مؤشرات نجاح للبرنامج ومعايير تقييم، أيضا من خلال وضع برامج وربط البرامج بالميزانيات المطلوبة والمقدرة من قبل الحكومة. أنا أعتقد كخطوة أولى هي جيدة جدا، لكن تحتاج دعم أكبر من خلال تقديم برنامج موازي يحتوي على مشاريع عديدة تقدم مع البرنامج الحالي. أنا أرى هناك في نوع من الذي ربما جانب لم نطلع عليه، وهو الآليات التنفيذية لهذه الخطة. ربما الآليات مربوطة بجهات معينة من الجهات الست التي انطلق منها البرنامج العمل الحكومي، ولكن يجب أن تكون هناك خطة إعلامية تسبق وتواكب وتعقب أيضا عمل أو تنفيذ العمل في البرنامج، لكي تقيس بعد ذلك ما الذي وصل إليه الأمر. هل نجحت الخطة الإعلامية في توصيل الفكرة إلى أكبر قطاع من المهتمين من الشركاء؟ ما الذي أخطأت فيه الخطة؟ ما الذي انحرفت عنه؟ ما الذي رجعت إليه؟ كل هذه الأمور محتاجة إلى أن تكون هناك مواكبة إعلامية حقيقية تواكب هذه الخطة، لكي تقيس بعد ذلك نجاحها من فشلها ومناطق النجاح ومناطق القوة فيها. هذا البرنامج لو فعلا طبق كما هو مكتوب سيخدم شعب البحرين وسيطور المملكة إن شاء الله إلى مستوى جدا جدا عالي. في اعتقادي البرنامج الحكومة يجب أن يكون أو يتماشى مع الإمكانيات المتاحة من موارد اقتصادية ويجب أن يعاد بعد دراسة هذه الإمكانيات المتاحة. يعني بعد 4 سنوات أو بعد 2 سنين ما هي المؤشرات الأداء التي سوف تستخدم لقياس مدى نجاح هذا البرنامج وتنفيذه. في شكوى مشتركة يعني حتى أيوة. يعني ان هي الوزراء ايضا ما طلعوا تكلموا اكثر من يعني البرنامج اللي استضفناهم هني، وكان في بعد يمكن برنامج قبله بليله ما ادري ما تابعت، بس ما سمعنا لهم صوت اعلامي ومشاركات شعبيه، ما طلعوا هم يدافعون حتى عن وجهه نظرهم ان ليش انا هذه ان مصر على ان يقدم المؤشرات والتفاصيل مع الميزانيه مو الحين. هي كانت اتصالات شخصيه حتى معي انا شخصيا، يعني ما قصروا كانوا يتصلون يقولون يشرحون يمكن مع صحفيين اخرين، بس هل هذه كافي؟ هل يقدر إذا أنا أنقل وجهة نظرك؟ يمكن أنا مخالفة وجهة نظرك، يعني أنا كنت أقول حق الوزير أنا مو مقتنعة. احنا قلت في البداية يعني ومسألة الوزراء لازم يكون لهم دور، يعني دور إعلامي. مثلا الحين في مجالس في ندوات، حتى لو مثلا كنا نهيئ يعني ندوة مثلا داخل مجلس البرلمان يجينا مثلا وزير من الوزراء. طبعا إذا يبغوا بشكل سريع احنا بنقدر ان احنا هذه نفرقها ونروح نشتغل يعني 24 ساعة مستعدين من اجل البحرين. كل شيء اذا اعطوكم المؤشرات الحين في هاي بنوزع. انا والله يا بسام يعني انا صراحه انا اللي راي اخر، ولا ما اعتقد يعني يلك برنامج الحكومه او بالتفصيل مثل ما اقول كل وزاره بتفاصيلها. اعتقد صعب علينا ان احنا نفرق هذه خلال باقي لنا الا كم اسبوع 8 ايام عشان نرجع. اعتقد انه صعب جدا نحل الموضوع مثل ما قلت بحل وسطي يعني باعتدال. الان ما في وقت. الآن كل اللي نفكر فيه أصلا هو تحقيق مكاسب للناس للمواطنين، بمعنى أن نركز على الأمور اللي هم طالبينها. من شوي كنت تقرأين بسام بعض النقاط اللي كانت موجودة بإحدى الجرائد أو إحدى الصحف. هذه النقاط اللي كانوا يطلبونها الناس، يعني مثلا لو المكتسبات اللي احنا اتفقنا عليها وناقشناها مع الحكومة هم وافقوا على 4 يعني تقريبا منها. يعني تكتفون لو أعطوكم بعض التفاصيل؟ احنا لا ما نقصد ذلك، لكن الآن نتيجة لضيق الوقت احنا نحاول نحقق اكبر قدر ممكن من المكتسبات للمواطنين. هذه كمرحله اولى. المرحله الثانيه الان راح ناخذ البرامج بس هذه يعني بس للعلم يعني طريقه اقراركم او معايير، خلينا نقول معايير اقراركم او رفضكم
يوم 2 فبراير هي اللي بيبنى عليها. يعني إذا قلت لا هذه أسبابي، راح تلتزم الحكومة لاحقا بأنها تلتزم بالمعايير اللي أنت طالبها. حتى أكون صريحة معاكم، إذا أنت معايير مثلا من 1 ل4 بتلتزم مستقبلا الآن بس من 1 ل4. حتى نكون صريحين بعد معظم النواب قابلين بهذا البرنامج، قابلين بهذا البرنامج. لا الآن يعني في جزء هل سويتي يعني مثلا لوبينج، سألتي؟ لا احنا موجودين باللجنة من البداية، من الأساس. أنا موجودة كعضو أساسي في اللجنة. ويعني معظم الموجودين الآن، معظم أعضاء النواب الموجودين في هذه اللجنة، للأمانة إحنا بالنسبة للجنة أصلا، بس عشان نروح لشوي تاريخ اللجنة أو بداية تشكيل اللجنة. اللجنة الآن مكونة من 15 وأضيف إليها 2 صاروا 17 من 40 شخص. لكن إحنا كرئيس اللجنة ما قصر، طلب من عند كل الأعضاء اللي حتى مو موجودين باللجنة أنه يبدون آرائهم. فأخذنا كل الآراء. الآن حتى الناس اللي برا اللجنة، الأعضاء اللي مو موجودين باللجنة أيضا يحضرون الاجتماعات. يعني إحنا صح 17 واحد اليوم وكنا 15 واحد قبل كم يوم، لكن لا يعني أن يمكن 30 شخص يحضرون معنا في اللجنة. فبالتالي أنا لما أتكلم أن معظم النواب، أنا أتكلم عن تقريبا الغالبية العظمى قابلة بهذا البرنامج من أجل شيء معين. إذا اللجنة وافقت على هناك بعض لا دكتورة، احنا توافقنا على أن نعطي الحكومة تعطينا خطة تفصيلية أو خطة تشغيلية. يعني إذا بس بهالشكل أعطوها فرصة زين، أعطوها فرصة. لا أعطوها فرصة. لا يعني نعم تفضل. ومعظم النواب مثل ما قلت وأريد أكرر قابلين في هذا البرنامج بشروط. أنتم ما خليتوني أكمل كلامي، الله يسلمكم. الشروط هذه تحقيق مكتسبات للمواطنين، هذه واحدة. 2 وضع يعني مثلا هناك بعض الأمور طالبينها في ورقة. الله يسلمك وخذنا الأسئلة. يعني تقصدين، بس خلنا استفسر من نقطتها هي. أنتم مو راضيين تخلون. لا لازم توضح على الأقل من وجهة نظري. أفهمها. قد أكون أنا يعني لا خل أفهمها. يعني أنت بتقولين إحنا قابلين، بنقول نعم للبرنامج، ما راح نرفضه لو تحققت بعض المكتسبات كطلبات. يعني ان هذه المستشفيات وكذا، ان هذه المدارس كذا. ان هل انت تقصدين كذي؟ انا اقصد نقطتين. لو تجاوبت الحكومه في بعض خلوها تقول ليش اليوم في الجمعيه، اليوم في اللجنه، اليوم رئيس اللجنه رفع التوصيات اللي نتكلم عليها الحين، ان تتضمن الوقت والزمن. ما عليك، بس هي لها راي مختلف، خلي تقوله. انا مو راي مختلف، بالعكس مثل ما قلنا احنا كنا يد واحدة وكنا فريق واحد ونشتغل كنا خلية نحل في هذا البرنامج. أنا اللي قاعدة أقوله أن احنا راح نوافق، معظمنا راح يوافق على هذا البرنامج بشروط. الشروط هي أن يعني المرئيات اللي رفعناها، الأسئلة اللي سألناها تجينا يعني قبل انتهاء الوقت. هذه واحدة. 2 تحقيق بعض المكتسبات للمواطنين، وهذا اللي اتفقنا عليه كلنا. إذا ما حصلنا هذا كله بعدين راح يكون في رفض. يعني القبول راح يكون مشروط بشنو؟ مشروط بحصولنا على ردود الحكومة في ذلك. دكتور، الحكومة عندها برنامج هاي ما في أدوات قياس، احنا نبي أدوات القياس. بالإضافة إلى هالبرنامج عندنا احنا نبي ناخذ مكتسبات للمواطن. احنا عندنا برنامج على مكتسبات البلد، يعني اهم شيء الحفاظ على مكتسبات البلد هذه، والحفاظ على ان الحياه المعيشيه للمواطن ما تمس. نعم. يعني حتى من خلال نزول النفط هذه والاقتصاد الصعب اللي بنعيشه الحين، ان حياه المواطن ما تمس. هذا رئيس الوزراء اكد عليه، اكد عليه رئيس الوزراء. واحنا مكتسبات البلد هاي لازم نحافظ عليها. ان احنا نقبل البرنامج بالصوره هذه ما ظنت تتمرر الا بالخطط التفصيليه او التشغيليه لهذا البرنامج. شكرا. مطابقه وياه.
اما انا اقبل برنامج عقيم بهالطريقه. طيب هل انت و40 سويتوا لوبينج، جسيتوا نبض بعضكم؟ يعني هذا اليوم في الاجتماع، هذا اليوم اخر اجتماع رئيس اللجنه تكلمت مع نواب. اليوم لا اخر اليوم في على الكلام اللي يقوله عنه اليوم في الاجتماع اليوم رفعنا هذه المريات في اللجنه بعد وياك. اليوم مشت هي على شمت البرنامج، بس في اخر شيء اتفقنا ان نرفع هذه المريات للحكومه. على كل انت جسيتي نبض النواب، حسيتي ان في يمكن انا يعني هو بسام ليش تركزين على هذه النقطه؟ لا لان لازم لها حق، الله يسلمك. لا لها حق. انت تعرفون رايي وانا كاتبتها في الجريده ومعلن، لكن لازم اجتمعنا اليوم، اجتمعنا اخر اجتماع رئيس اللجنه علي العراضي بيرفع مرئيات النواب، وباكر بنجتمع على اقرار الحكومه. وهذا الكلام اللي اقول لك اياه، وهذا الكلام اللي اقول لك اياه، هذا الكلام اللي اقول لك اياه، هذا اللي بيروح باكر حق الحكومه. يعني الخطط التفصيليه والتشكيليه للبرنامج هذا يبون لها اتاتشمنت بالاضافه الى موجودين انا ويا يبون لها اتاتشمنت الخطط التفصيليه، وبعدين احنا نقدر يعني لا يمكن عشان اختم اعطيك كل واحد. مو مختلفه معاكم، انا معاكم عشان اختم بعطيك كل واحد في حاله ما لو حصلنا على المطلوب. اخر كلام بالنسبه للحكومه شنو اللي مطلوب؟ وبالنسبه للنواب شنو المطلوب؟ لان انا بعد عندي راي بقوله في الاخير. تفضل. بس احنا طبعا البحرين احنا خطلنا خطوات وايد كبيره في ان برنامج الحكومه موجود، وتقعد الحكومه ويا مجلس النواب السلطتين يقعدون ويا بعض ويتفقون على رؤى واحده لمستقبل البحرين. هذا شيء في حد ذاته انجاز. يعني احنا هناك عندنا يعني تحديات مثل الدين العام، تنويع مصادر الدخل، الدعم الخليجي والدعم الحكومي، هاي كلها عندنا تحديات لها لازم نحط لها رؤى واسس علشان ان احنا نطلع بمطلع جيد، علشان ان احنا نحافظ على التوازن في الاقتصاد مالنا. لا تنسين ان البحرين تعتمد اعتماد كلي على 80 او 90% من ايراداتها من النفط، وهذه راح يشكل خطر علينا في المستقبل. يجب ان نخلي ايرادات النفط ما تزيد في المستقبل عن 30% من ايرادات الدوله، ويجب ان نخطط جيدا ونعرف احنا مو موجودين في الخريطه العالميه، وين احنا وين بنكون. هذه اللي اتمنى. انا بحريني واحب النذير تصير من احسن الدول في العالم، وبهالطريقه. في احنا بس احنا نفخر ان في لهالمره لهذا المجلس النواب ان عنده هذه الاليه انه يطلع على برنامج الحكومه ويقيسه ويقيس الاداء ويشرف عليه. هذا مكسب لنا في المنطقة كلها، ولكن ما زال المواطن يبحث عن تحقيق مكاسب، واحنا من دورنا نوجد له هذه المكاسب. كيف نوجد له المكاسب؟ اذا مثل ما قال اخوي احمد الدين العام راح يعني يتضخم، كيف احنا نقلل الدين العام؟ كيف يا الحكومه انت راح تسددين الدين العام؟ اما نتركه كذي عشوائي فاحنا صعب علينا ننقر هذا. يعني الكيف هو اللي اكثر شيء. يعني بعطي جميل وبعطي اخر شيء للدكتور. تفضل. بشكل عام البرنامج انا اعتبره بوجهه نظري جيد، لكن مثل ما قلنا هي خطوط عريضه لا نختلف في ذلك. الآن هناك في تخوف من قبل المواطنين أن بسبب الدين العام، بسبب قلة الموارد، بسبب هذه الأمور كلها، التحديات اللي قاعدة تعيشها البحرين الآن قد تمس حقوق المواطن وتمس مكتسباته. وهذا اللي الآن نحاول إحنا بقدر الإمكان أن نشتغل مع نتشاور مع الحكومة ونحاول أن نتوافق معهم بحيث أن لا تمس هذه المكتسبات ولا تمس هذه طلبات المواطنين. احنا بالنهايه نعيش شراكه مجتمعيه كنا مع بعضنا البعض، سواء كان وزير او كان يعني موظف او كان مواطن عادي او كان هذه الشراكه المجتمعيه كلهم حاملين هم الوطن، وبالتالي الكل يحاول بقدر الامكان ان يحقق المكاسب الى المواطنين. فبالتالي هذا البرنامج انا اعتقد فعلا هو خطوط عريضه، احنا ننتظر فقط الرد من عند الوزراء الان. في حاله ما لو وصلنا الاجابات الشافيه على هذه الخطوط العريضه، ترجمت هذه الخطوط العريضه الى نقاط عمليه، إلى إجراءات عملية، تحولت هذه المبادرات إلى إجراءات عملية ملموسة ممكن قياسها. في هذه اللحظة أعتقد لن نختلف على هذا البرنامج، بل بالعكس إحنا راح نقبله في حالة ما لو حصلنا على كل ما ذكرته. إن شاء الله. دكتور.
احنا ما تكلمنا عن المكتسبات، مكتسبات البحرين كبيرة جدا، وبحاجة إلى مسؤولين كبار للحماية، حماية المكتسبات وفاء للي أنجزوا هذه المكتسبات. كل المؤشرات تدل أن وقت الحاضر هذه المكتسبات في خطر. احنا نحتاج أن نحمي المكتسبات، نحتاج أن ننمي المكتسبات ونقدم الاستدامة لهذه المكتسبات. وقت الحاضر أنا أرجو منكم أن لا تتحركون بتحركات تفاؤلية أكثر من اللازم. الوضع مو مريح. لازم أنه 52% من البحرينيين رواتبهم بين 200 و 400 دينار. 20,000 أسرة تذهب إلى وزارة التنمية الاجتماعية لطلب المساعدة، يعني الأسرة اللي تذهب لطلب المساعدة هذه وصل إلى ما دون الخط الفقر. هذه الأمور ما تحل بهذه برنامج العمل. لو أنا صاحب الشأن وأنا مكانكم أرجع هذه على الحكومة جملة وتفصيلا. ما نريد نروح في عندنا مؤشرات أداء، أصلا روح البرنامج خاطئ. يعني أنا درسته وحللتهم كلهم. يعني 59% من النصوص هذه نصوص ما لها معنى، ونصوص فضفاضة. وبعدين هذه خطر علينا، خطر على المجتمع. يعني يجب أن نتكاتف مع القيادة الرشيدة دائما في هذا الاتجاه. الحكومة عندها أحسن النظم في العالم، أحسن القوانين وأحسن العقول، تنقصها الجهد والأداء. وهذه مو برأي، تبون بعطيكم الأرقام. لا موجود فعلا. يعني مصادر محلية